السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم درت لكم عجينه مورقه بطريقه مفصله. بكيلو فارينه تخرج لكم 2 كيلو عجينه مورقه، يعني تقدروا ديروها حتى كمشروع. تخدموا بها لي صالي ولي سكري. شوفوا ناجحه من اول تجربه، كما راكم تشوفوا راهي جات مورقه ما شاء الله. تخدموها في وقفة 10 دقائق وانتم وجدتوها. تابعوا الفيديو حتى الاخير، راح تكتشفوا معايا جميع اسرار نجاحها باش تجيكم هكا مورقة وتجيكم ناجحة من اول تجربة. اول حاجة واش عندي هنا في الغيسيبيون تاعي، راح نبداو العجينة تاعنا. شوفوا لي هنا باش تنجح لكم العجينه المورقه تاعكم لازم النوعيه تاع الفارينه تكون جيده، يعني الفارينه تاعكم تكون نوعيه ممتازه وتكون بيضه. كما راكم تشوفوا انا استعملت هذه سيم نوعيه شابه، درت هنايا كيلو تاع فارينه كما راكم تشوفوا. وعندي هنايا واحده الزبده تاع التوريق، انا استعملت هذه الصالحه ثاني، انا موالفه نستعملها يعني ثاني نوعيه مليحه. شوفوا لي راح نعطيكم مقادير بالضبط ان شاء الله باش تنجح معكم. عندي هنايا نص مغرف كبيره تاع الملح، عفوا نص مغرف كبيره معمره تاع الملح. عندي 3 مغارف تاع الخل نستعملوه كماده حافظه، يعني كي تخلوا لاباط تاعكم مده اطول ما يصرى لها والو، ومام الخل يزيد لكم في القرمشه تاع العجينه تاعكم. درت هنايا 3 مغارف تاع الخل و6 مغارف تاع الزيت، يعني درت الملح والخل والزيت نخلطوا كامل لاباط تاعنا، يعني هذيك الفارينه مع هذاك الزيت نخلطوها هكا كما راكم تشوفوا. ومن بعد هنايا باش نطموا العجينه تاعنا لازم يكون الماء بارد، يعني ما بارد شويه، ماشي دافي، خلوه يبرد شويه في الفريجيدر ونستعمله. هنا لاباط تاعنا ما نسحقوهاش تكون يابسه وما تكونش جاريه تتلاصق، تكون طريه يعني باش هكاك تساعدنا في الخدمه. نطمو كامل العجينه تاعنا، ندير الماء غير بالعقل باش ما يغلبكمش. شوفوا لي الفارينه هذه شحال شابه بيضه، يعني قلت لكم حتى كي تكون لازم تكون نوعيه تاع الفارينه تكون شابه باش تنجح لكم لاباط تاعكم، باسكو شحال من خطره انا نسيها بفارينه عادي ما تجينيش كاع مورقه. هذه الخطره سيتها ديجا من قبل نفس الغوسات بفارينه خلاف، فارينه يعني نوعيه جيده، خرجت لي تقولي كاع ماشي اللي ما فيها نخدمها، جاتني تهبل. كيما راكم تشوفوا نطم كامل العجينه تاعي، ومن بعد نحطها هنا فوق البلان دو ترافاي. نلمو كامل هذيك العجينه نديها ونجيبها 1 دقيقه حتى 2 دقائق حتى نتحصلوا العجينه تكون ليس طريه وليس. ومن بعد نغطيها كيما راكم تشوفوا ونخليها تريح 1 دقيقه هكا لو طون نخدموا هذيك الزبده تاعنا. شوفوا لي هنايا الزبده تاعي كيفاش راهي طريه. هذه الزبده ما درتهاش فريجيدير، كانت برا يعني بحراره المطبخ، كانت طريه شويه. نحكمها هنايا نشوفوا كيف راح نقطعها كادي تخونش ونستفها كامل فوق هذيك الورقه تاع الزبده تاعها. شوفوا لي هنا كيفاش راهي طريه هكا باش تساعدني في الخدمه. من بعد نجيبو هنايا بابي كويسون نقطعو على الطول تاع هذيك الورقه تاع الزبده كيما راكو تشوفوا، ونحطها هكا نقلبها ونقعدو نحلو فيها بشويه شويه هكا بالحلال حتى تجينا كامل مسطحه، يعني نسويوها كامل كيما راكو تشوفوا. من بعد هنا نجيو نخدموا لاباط تاعنا، نحطوها فوق البلون دو طرافاي، نرشوها بشويه تاع الفارينه لازم تخدموا بها باش تساعدكم هكاك في الخدمه. يعني شوفوا لي هنايا كي ريحت زاد الطرات. شوفوا هنا نحلوها على شكل مستطيل طولي، يعني نحلوها بالطول كيما راكم تشوفوا. تبعوا معايا غير الطريقه خياتي، نحلوها هكا بالطول. من بعد خياتي هنايا كي كملت حليتها كيما راكم تشوفوا بالطول وشويه هكا بالعرض. نجيب هذيك الزبده تاعي حطيتها في وسط العجينه. من بعد جبت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا غلقت عليها كامل هكا باش ما تخرجليش الزبده تاعي. من بعد حكموا الحلال تاعكم وقعدوا تحلوا فيها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا، يعني حلوها بالطول.
وديروا الفارينه هكا باش تمشي لكم العجينه تاعكم. الا شفتوها ما مشات كثروا الفارينه من تحت هكاك باش تساعدكم في الخدمه. كيما راكم تشوفوا انايا العجينه تاعي راح ندير دو تور دوبلي و دو تور سامبل. كيما راكم تشوفوا نحلها كامل هكا. ومن بعد هنا العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا التور الاول راح ندير تور دوبلي، يعني نطويها على 3 خطرات. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. من بعد جهه الطويه راح تحطوها على ليدكم اليسرى، يعني كي تكونوا تخدموا جهه الطويه دائما حطوها على ليدكم اليسرى باش هكا تشفاو على الطويات تاعكم. نزيدو نحلو لاباط تاعنا، يعني درنا التوغ الاول درناه دوبلي، نزيدو التوغ الدوزيام ثاني دوبلي كيما راكم تشوفوا. هنا ثاني راني درتو دوبلي، يعني زيدو تطووها على 3 خطرات وتعاودوا جهه تاع الطويه ديروها من جهه يدكم اليسرى. فهمتوا؟ وهنايا ثاني نزيدو نحلوها. هذا التوغ ديروه توغ سامبل، يعني دو توغ سامبل و دو توغ دوبلي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني خياتي، وان شاء الله تنجح معكم باسكو والله غير درتها وجاتني ما شاء الله. وحاجه المليحه اللي راه ما يشحت تعبكم، سهله في خدمتها، في 10 دقائق تكون واجده. هنا التوغ الثالث قلت لكم راح ندير توغ سامبل كيما راكم تشوفوا، نطووها على 2 خطرات، الطويه الاولى والطويه الدوزيام، نعاودو نجيبوها جهه الطويه نجيبوها على يدنا اليسرى ونزيدو نحلوها، والطويه الاخرى ثاني نطووها سامبل وراهي واجده معانا لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا. راح نزيد نحلها ونستعملوا ثاني الفارينه قلت لكم باش تساعدنا في الخدمه تاعنا. زيدوا حلوها هكا ونديروا الطويه الاخرى قلت لكم توغ سامبل. وهنا لاباط تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا. ما تنساوش كي تكونوا تخدموا تطووا في العجينه تاعكم نحوا كامل هذيك الفارينه. هنا العجينه تاعي راهي واجده كيما راكم تشوفوا خياتي. راح نقسمها معاكم. هذه هنايا قلت لكم كيلو فارينه ب 500 غرام تاع الزبده، قطعت لي 2 كيلو و100 غرام، يعني تقدروا تقسموها على 2 وديها في كونجيلاتور كي تحبوا تستعملوا منها تجبدوها. قلت لكم تقدروا تقطعوها على 2 ولا على 3. يعني شوفوا لي هنايا كي راح نوزنها معاكم. شوفوا لي هنا الطويات، شوفوا جات هايله، جات ناجحه 100%، يعني جربوها وعينيكم غمضين. تقدروا ديروها حتى كمشروع، تقدروا ديروا بها المملحات، ديروا بها حتى لي سكري كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا راهي جاتني 2 كيلو و100 غرام. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم خياتي. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله، والسلام.